السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام متابعينا ومشاهدينا طبتم وطابت أوقاتكم عامرة بالإيمان، كل عام وانتم طيبين. صباح الخيرات. النهارده يوم جديد في يوميات أحمد الطيور. إن شاء الله كده يبقى يوم كويس، وإن شاء الله تكونوا بخير وفي زيادة مع بعض كده إن شاء الله. تحياتي لكم ولكل المشاهدين وكل متابعين القناة، ودايما كده يا رب في زيادة. تعالوا نشوف اليوم هيبدأ ازاي. الأول كده هحط الفطار واطلع ابص على على الطيور فوق. انا مزود لهم ميه امبارح وفي عندهم اكل، تيجي نبص عليهم برضو بحيث تطمن عليهم ونشوف المحتوى بتاع اليوم كله. تعالوا معانا بقى هنخش المطبخ نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي زي ما قلت لكم، عندي دخلت العيش اهوت الصبح. هحضر بقى الفطار عشان افطر. توكلنا على الله والحمد لله. ما عنديش مواعين كتير، عندي طبق واحد بس ومعلقه خلاص. وان شاء الله كده يبقى يوم كويس مع بعض كده. هنجيب بقى مكان ما بنسلق البيض اهوت. نروح نجيب بقى البيض ان شاء الله ونبدا نسلق البيض عشان الفطار، ونحط البيض على النار ونطلع بقى للطيور ان شاء الله كده. تعالوا معانا نجيب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط البيضات وطبعا ده ملح بايت عندي في البتاع مكشوف فهحطه عشان تمام كده مفيش حاجة تبوظ عندي. ونبدأ نحط بقى المية. يدوب زي ما قلنا كل مرة كده، وبننبه يا جماعة البيض يبقى يدوب المية كده ونغطياه. هنبدأ بقى نحط على النار. نشيل الكنكة بقى بتاعت المشروب دي اهو. نحط الكنكة على النار كده ونولع عليه ونهد عليه جدا اهو. نهد عليه خالص ونسيبه عشان نطلع نبص على الطيور عشان ما اهو كده. هدينا عليه النار وسيبناه نطلع نبص على الطيور. تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نطلع للطيور بقى هاخد الغسيل الهدوم اللي طول الاسبوع من الشغل اهيت. ده البنطلون المكوي تمام. هقفل بقى الشباك ده عشان انا قفلت الشباك اهوت تمام كده. هاخد الغسيل توكلنا على الله. هقفل الباب بالمرة عشان يبقى كده انت مأمن كل حاجة. حد عايزني هينادي ان شاء الله تعالوا معايا. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. حط بقى الغسيل الحمام كده. حطيت الغسيل. انا هجمع الغسيل كله بقى وبغسله ان شاء الله بكره. ونقفل واطفي النور. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صالح الأحوال. كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتغيرت. مبطلعش فوق اصلا في الشقة اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع بقى نشوف الزغاليل. بسم الله. لو عايزين مية بقى ولا عايزين حاجة نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله علينا اهو الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عاملين ايه يا زغاليلي؟ الحمد لله هو تمام. الأكل اهو زي ما كل مرة، الأكل كده متبعتر على الأرض اهو. بسم الله. عندهم المية بتاعتهم. شيل بس الريش ده اهو. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. معظمهم بدأ يطير اهوت ان شاء الله كده ايه، ربنا يبارك. اللهم صل على بسم الله ما شاء الله. والشكر حلو يا جماعة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. أول البشاير. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أهو. الحمد لله رب العالمين. أول حاجة إيه بفضل الله ربنا يبارك. بدأوا إيه يطلعوا يبيضوا وهيطلعوا إن شاء الله. والشكر حلو عليك إن شاء الله. هذا من فضل ربي. نبص في بقية الصفايح بقى لسه. يبقى كده في جوز بدأ يشتغل اهو. وهنا دي حد بدأ جوز تاني بدأ يعمل العش بتاعه. وده العش التالت اهو. كده ان شاء الله انا حاطط الصفايح ديت عشان هم يبدأوا يفرقوا فيها ان شاء الله. هذا من فضل ربي، فضل الله علينا. الحمد لله رب العالمين. بشاير الخير ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. نخش بقى نشوف اللي لسه ما طرش. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حم 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 كده ان شاء الله. هطلع فيهم كده ايه اروق بقى زي ما قلت لكم العشه دي ان شاء الله كده. ربنا يبارك فيهم واحنا مع بعض كده ودعوات كلنا. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا من فضل ربي. الحمد لله رب العالمين. تحياتي لكم. والواحد سعيد جدا النهارده ان شاء الله عشان شاف الخير كده. الحمد لله رب العالمين. شوف بقية اليوم بقى ان شاء الله هيمشي ازاي. طمنا بقى على حالنا فوق كده ان شاء الله كده. الحمد لله رب العالمين. نقفل بقى كده. عندهم ميه وعندهم الاكل. الحمد لله رب العالمين. ننزل بقى نشوف حالنا تحت نشوف الفطار كده احنا تمام. تعالوا معانا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك والعظيم سلطان. تعالوا بقى ايه نشوف حالنا كده تحت. الناس كلها ربنا يبارك. كل واحد بيسعى على حاله. ربنا يقوي عباده. طبعا لازم تكون الناس كلها على يقين ان الارزاق بيد الله ان شاء الله يعني. سبحان الله. ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. ننزل بقى نشوف ايه بقية اليوم هيمشي ازاي. تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نزلت بقى نبص على الأكل إن شاء الله. المية غليت اهيت بتاعت البيض. احنا زي ما قلنا ما غبناش 10 دقايق. نسيبه 10 دقايق يغلي ونطفي عليه ونسيبه يبرد وبعد كده نقشره ونبدأ نعمل فطار. تعالوا معانا. خلاص كده البيض استوى. فيهم واحدة شققت من كتر الغليان. هنطفي عليه اهوت. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نصفيه بقى من المية. نحط عليه مية عشان يبرد.
تمام. ونروح بقى نجيب بقية الفطار من التلاجة. تعالوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح بقى التلاجة اهوت. طبعا عندي جبنة اهيت، علبة مفتوحة احطها في التلاجة. وطبعا عندي عنب وعندي مانجا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي بقى ايه طماطم. انا هاخد حبيتين طماطم على قد ما تقدر. بالنسبة لمريض السكر كتر في الايه في الخضار اهوت. انا قرن شطة اهم حاجة في الاكل عندي بالنسبة لنا اهو. 3 قرون شطة. وهاخد في عندي خيار اهوت كمان، خيارتين. ونقفل بقى التلاجة. توكلنا على الله. نجيب علبة الجبنة اهي. بسم الله بسم الله. تعالوا معانا يا باشا، احنا بنحضر الفطار كده ان شاء الله. هذه علبة الجبنة. طبعا هغسل الخضار بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى نخرط دول ونبدأ نجهز الفطار، وأوريكم الفطار بعد ما جهزته. تعالوا معنا. فطار دلوقتي طبق الخضار ضرب نار اهو. ده ركة النار اهي بتاعت الفطار اهيت، شطة وطماطم وخيار. دي أحلى طبق بحبه على الفطار كده. ايه ده حلو ومفيد عشان السكر بيزود الايه كمية الأكل في معدة الواحد وبيخلوه مياكلش كتير يعني. تعالوا معانا بقى نكمل ايه بقية الفطار مع بعض. طبعا في جبنة، وقلت انا سلقت بيض، فان شاء الله كده هقشر البيض كده واضربه ببعضه مع الجبنة، ويبقى كده ده فطارنا الصبح ان شاء الله كده ايه. يبقى بالهنا والشفا اللي هياكل، ونكمل بقية اليوم مع بعض. توكلنا على الله. قشرت البيض اهوت، وحطيت اللي باقي في علبة الجبنة. ان شاء الله كده هحط بقى الملح والبهارات والحاجات اللي انا بحب اكلها الصبح ان شاء الله كده ايه. ونبدأ نعمل السندوتش. تعالوا معانا. حطيت الملح على قد ما بقدر بحب يعني. كل واحد يحط ملح زي ما هو عايز براحته حسب ما بيحب الاكل. حطيت بهارات وفلفل اسمر، وهبدأ بقى ادربهم بعضهم. ومعايا رغيفين عيش اهمت طازة، هعملهم سندوتشات زي المطاعم كده. هدخل الرغيف في بعضه كده. تعالوا معانا. فتحت الرغيفين اهمت، دخلتهم في بعض كده بالشكل ده اهو، زي المطاعم كده بتعمل اهو. تمام. هنبدأ بقى ايه نهرس البيض بالشوكة او بالمعلقة. طبعا انا عامل اختراع في البيض. جبت معلقة عادية ورحت مسكها بالشاكوش والمطرقة ومفلطحها. دي بقى ايه تقلب بيها، تعمل بس سندوتش بدل السكينة يعني. تفتحها خالص بتبططها كده زي ما بيقولوا ايه، بتخليها زي الرخامة كده، بتبقى مسطحة. وش المعلقة بيبقى مسطح زي السكينة كده. دي تفرد بها الاكل في الايه في السندوتش، ما تشيلش معاك بقايا اكل كتير يعني. تعالوا معانا. هرست البيض اهوت بالشوكة. الشوكة بتبقى أسرع من المعلقة يعني، بتهرس كويس. هنبدأ بقى نعمل السندوتشين عشان الفطار، وبالهنا والشفا. تعالوا معانا. ادي المعلقة اهيت، وإن شاء الله كده ادي السندوتشات اهيت. فطارنا الجميل، سفرتنا اللي المتواضعة. فطار ضرب نار، وبالهنا والشفا. ونكمل بقى مع بعض بقية اليوم ان شاء الله كده. مع تمنية لكم بدوام الصحة والعافية ان شاء الله، والهنا والشفا اللي هياكل. وان شاء الله في زيادة كده، ومش عارف اتكلم اقول ايه. ربنا يخليكم ليا كده وايه مونسيني يعني في الوحدة اللي انا فيها دي. تحياتي ليكم. نكمل بقى اليوم مع بعض. تعالوا معانا هفطر ونكمل مع بعض. عين كتير اهوت في الحوض، طبعا حاجة مغسولة كلها. دول اللي عندي بس الحمد لله يعني، مفيش عندي مواعين كتير. فيعني مش عشان ما تقلش على نفسي. ده كده خلصت فطاري، وجيت ابص على المطبخ وعملت الحاجه دي اللي هتتغسل. طبقين ومعلقه وشوكه وخلاص.
وطبعا دي الحياة المعتادة ليا كل يوم. بروح الشغل طبعا وارجع من الشغل. يلا تعالوا معانا. بعد الفطار بقى ان شاء الله كده اقول لكم على حاجة. صراحة انا هشترك مع المانجا، هروح اجيب مانجا. طبعا مش هسكت يعني، طبعا المانجا مش معقول يبقى في عندي مانجا في البيت واسيبها يعني. هجيب بقى ايه، مش هقول لكم اخش تحدي بقى والكلام ده، لا انا هجيب على قد كده، هنقي حاجه كده اكلها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب واحد، اثنين، التالت حباية هم ده انا هغسلهم واكلهم لوحدي. تعالوا معايا. ايه اطلعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من عشاق المانجا. طبعا بقى مش هعمل فيها اتيكيت ومش عارف ايه والكلام ده، لا انا هتمخمط فيهم. هغسل بس الاول المانجا تمام. احط بس اللمبه كده تزود الاضاءه اهو. المانجا صاحيه. طبعا اللي بيتفرج على الفيديو ما يشتكيش يا جماعه، ما يروحش يشتكيني يقول لك ده بياكل مانجا لوحده. اهو غسلتها اهو. يعني هحاول اكلهم بس ربنا يستر بقى من الاملاح. اشوفكم بعد ما اكلهم بقى. هنبدأ بقى ايه، نشتغل بقى. نستجيب المعلقة الصغيرة، اجيب معلقة الشاي. احب ايه اكل بالمعلقة كده. نجيب معلقة الشاي اهو اهيت، دي باكل بيها كده المانجا. تعالوا معانا يلا. اشوفكم بعد الاكل. صراحة انا ما قدرتش اقاوم، بس السكريات بتاعتها عالية. انا اكلت 2 بالعافية، فالحمد لله رب العالمين يعني مش هقدر اكمل الباقي. اكلت حبتين 2 اهمت. ربنا العالم انا ايه صراحة ما كنتش عايز مخليتش حاجة، مسحتهم. كنست القشر بتاع نفسه. ادي الجنين اهو بزرعتين اللي هما جوه. نفسي بقى ايه ازرعهم كده في اصاله. هحاول احوش البتاع ده واسال على موضوع الزراعه ده ان شاء الله كده، اللي هو بتاع شجر الزينه والفاكهه ان شاء الله يعني. والهنا والشفا. يعني مش هقدر اكمل التالتة دي لان صراحه البتاع طعمها حلو وسكريات عاليه عشان ما تعبش. ومغريه صراحه، هي مغريه في الاكل، مغري طعمها حلو بسم الله ما شاء الله. نشوفكم بقى بقيه اليوم. احنا فطرنا بقى وحلينا اهوت، نبقى نشوف بقى ايه وطلعنا الطيور. شوف بقى بقيه اليوم هيمشي ازاي. اشوفكم على خير. تعالوا معانا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله انا طبعا بعد الفطار وبعد ما نمت بقى وكلنا المانجا مع بعض، وان شاء الله كده هخش المطبخ بقى. طبعا ايه المغرب قرب يأذن بس هشوف بقى انا هعمل ايه. انا هطلع دلوقتي للطيور عشان خاطر المغرب فاضل نص ساعة على المغرب، فهشوفوا كده الطيور ونشوف الحاجة وننزل بقى نعمل الغدا. انا هجيب بقى الكاميرا الأمامية عشان ايه اوريكم انا هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشوف عندي في التلاجة ايه للغدا. في طبعا الرز اللي كنا عاملينه يدوب هيتسخن، وعندي بيض، في جبنة، في فاكهة طبعا. هروح اشوف الطيور بس الاول، بعد كده نبقى ايه نفكر في الغدا. انا بفكر اعمل حاجة تانية. شوف كده الفريزر في هنا فيه هو، وعندي هنا شوف الفريزر فيه ايه وعندي كده. انا بفكر اكل اكل خفيف يعني. عندي هنا الفينو وعندي الجبنة، ممكن اعمل سندوتشات ايه واتغدى بيها كده وخلاص. اشوفكم بقى كده فوق عند الطيور. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
شوف بقى اذا كنا هنحط ميه للطيور، نغسل لهم المكان، نشوف الاكل برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص اهوت الشمس بدأت في الغروب اهيت. أشهد أن لا إله إلا الله. نخش نشوف بقى الإيه الطيور. بسم الله. لو عايزين مية بقى نحط لهم. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه؟ لو بتتكلموا هتقولوا. دول لسه ما بيعرفوش يطيروا. ان شاء الله كده يطيروا على خير. ودي طايره ايه؟ دايما بخش على كده. سبحان الله. سبحان الله. ده كده ده الاسمر ده ذكر صح كده. في واحد تاني اهو شكلهم كده ايه، انا معرفش في الاصناف صراحه والله يا جماعه. بسم الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. لا قوة الا بالله. شوف بقى اهي كده في فرق. الأم راقدة على البيضة اهيت. الحمد لله الخير اللي هل علينا. إن شاء الله كده يبقى فتحة خير إن شاء الله بإذن الله. طبعا عاوز أنظم العشة دي تاني، يعني هشيل ديت مثلا كده أوسع لهم وأعلق الصفائح دي في السقف. الأرفف دي كانت عندي بتاعت المحل لما كان عندي محل، وجبت الأوامر الحديد دي صمرتها في الخشب وقلت أستغلها يعني بدل معلق وكلام ده وتعمل زحمة في العشة. لا أحطها على جنب كده والحمد لله هي بدأت أهي زي البلاني كده بتاعت زمان. ان شاء الله كده، وان شاء الله كده تكبر كده ونكبرها مع بعض يعني باذن الله. طبعا عاوز اقفل هنا كده، نجيب سلك وازود هنا اقفل عشان العصافير اللي بتخش. هو ايه ارزاق وكل حاجه، بس برضه على ساعه عشان ما فيش ايه العصافير جايه من بره ممكن تنقل مرض للطير او حاجه زي كده. ان شاء الله كده نقفلها يعني. وادي الاكل اهوت. الحمد لله. وفي اكل على الارض كمان، عندهم اكل كتير. والميه دي بس هزود الميه او اغير لهم الميه، عايز اغير لهم الميه صراحه. فتعالوا معايا كده ايه نغير الميه وننزل نتوكل على الله. حم 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 حم. بسم الله. انا غيرت لهم الميه اهي تمام، وغيرت المكان طبعا عشان هم كانوا نزلوا ميه على الارض تمام كده. وادي الاكل موجود اهو الحمد لله. ان شاء الله كده خير. بسم الله ما شاء الله. دايما في خير وزيادة مع بعض كده ان شاء الله. توكلنا على الله. بفضل الله علينا. خلصت اهيت. كده شفت عند الحمام. نبص عليكم. الحمد لله كده تمام. طمنا على الحمام اهو. الاكل والشرب. وزي ما قلت لكم بقى انا هروح اسال بقى ايه حاجة عمي ازاي بقى ايه احاول اخدم على الحمام ده. انا عايز اشيل العشه وعايز الحاجات دي اشيلها هنا. ربنا يصلح ان شاء الله. وبكده ان شاء الله النهارده المحتوى بتاعنا هيكون خلص. ما تنسوش اللايك للفيديو والشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها، والاشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد. وتحياتي لكم وشخصكم كريم ودايما في زياده مع بعض. السلام عليكم. ما تنسوش اللايك.